السلام عليكم لي فانز ديال دبليو دبليو اي بالدارجه او الفانز ديال دبليو دبليو اي في المغرب بصفه عامه. اليوم قررنا نبداو واحد الفقره جديده في الباج اللي هي مسيره مصارع اليوم. مصارع معروف قدر يبين راسو ويفرض الوجود ديالو اللي هو سيت رولينز. نبداو على بركه الله. اولا الاسم الحقيقي ديالو هو كولبي لوبيز، مصارع امريكي تزاد نهار 28 شهر ماي 1986. طول متر 85، الوزن 98 كيلوغرام. فينيشر حاليا بيديغري. بدا المصارعة الحرة فاش كان عنده 19 عام، يعني من 2005 في الاتحاد ديال اس سي دبليو و اي دبليو اي، وقدر يربح الاس سي دبليو هيفي ويت شامبيونشيب. واللي زاد الشهرة ديالو انه صبغو بالكحل وقال هذه هي البداية ديال البلاك ايرا. من بعدها في 2006 اكتوبر جا الاتحاد ديال تي ان اي، وقعوا معاه ولكن هما ما استغلوش مزيان، ورجع الاتحاد ديال بي دبليو جي. وقاد واحد الفريق مع جيمي جاكوب واستضعوا بجوجهم حقوا اللقب ديال بي دبليو جي وورلد تاغ تيم تشامبيونشيب. عاوتاني تزاد الشهرة ديالهم وجا الوقت تاع حلبة الشرف ار او اتش، وقعوا معاه كونترا في سبتمبر 2007 ودخل بالاسم ديال تايلر بلاك. وفي الفاينل باتل 2007 تايلر بلاك وجيمي جاكوب ربحوا البريسكو برادرز، وربحوا الار او اتش وورلد تاك تيم تشامبيونشيب. ومن بعد واحد المسيره موفقه، تايلر بلاك اللي هو سيت رولينز قرر يبدا ينافس على الار او اتش وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، ودخل في منافسه ضد صاحبه اللي سالت في ماتش ديال ستيل كيج في الفيولون تندنسيز 2009. ومن بعد بزاف ديال المحاولات قدر سيت رولينز يحقق الحلم ديالو في فبراير 2010 ملي ربح اوستين اريز وربح الار او اتش وورلد تشامبيونشيب، وقدر يحتفظ باللقب لمدة 200 يوم، وكان من الشخصيات الفيس المحبوبة. وفي الجلوري باي اونور سيت خسر اللقب ضد رودريك سترونغ، ومن تماك غادر الحلبات ديال ار او اتش. ومن بعد تحول الاسم ديالو لسيت رولينز ودخل الاتحاد ديال اف سي دبليو وربح جميع الالقاب. وملي تحولت الاف سي دبليو للان اكس سي، سيت رولينز دخل التاريخ كاول واحد كيفوز بالان اكس تي تشامبيونشيب. والاداره ديال دبليو دبليو عجبهم بزاف لدرجه انهم فكروا يقادوا واحد الفريق ويطلعوهم للمين روستر. وهذا الفريق اللي كلشي كيعرفوا اللي هو الشيلد. واول ظهور للشيلد كان في 2012 في سيرفايفر سيريز، ملي دخلوا والشيلد دخلوا في عداوات كثيره، منها ضد الفريق ديال هيل نو اللي هو كين ودانيال براين. وفي اكستريم رولز قدر سيت رولينز ورومان رينز يربحوا لقب الفروق ضد هيل نو. هادشي بعد ما دخلوا في سيناريو ضد اندرتيكر والفريق ديال هيل نو. بطبيعه الحال قدموا واحد المسيره رائعه ودخلوا في واحد العداوه جميله بزاف ضد ايفولوشن اللي هما تريبل اتش وراندي اورتن وباتيستا. وربحوا الشيلد جوج ماتشات ضد ايفولوشن في باي باك والاكستريم رولز. وفي شهر يونيو 2014 في عرض الرو بطبيعة الحال سيت رولينز قام بالخيانة ديالو وانضم للسلطة. ومن هنا فاش بدات المسيرة ديال سيت فريكين رولينز، وتشهر الاسم ديالو في عالم المصارعة ودخل في مباريات مع نجوم كبار وربح الموني اند بانك. ومن بعد دخل في بزاف ديال العداوات اللي منها ضد دين امبروز ورومان رينز وجون سينا. ومن بعد هادشي لعب على دبليو دبليو اي وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب في الرويال رامبل 2015 ماتش ضد بروك ليزنر وجون سينا، مي بروك ليزنر اللي ربح. ومن بعد دخل في عداوه ضد راندي اورتن اللي استمرت حتى الراسلمانيا 31. وتشهر هذاك الماتش بالضبط، تشهر بديك اللقطه ديال سيت رولينز فاش بغى يدير الكورن ستومب، وفي الاخير حولها راندي اورتن لاركي او اوتر نوير. ولكن هاد الخسارات تحولت لانجاز عظيم وتاريخي ملي سيت رولينز صرف الحقيبه في المين ايفنت الماتش ديال رومان رينز وبروك ليزنر.
ومن بعد تحولت الشخصيه ديالو للهيل المكروهه مع السلطه بطبيعه الحال. و ومن بعد واحد المسيره موفقه اللي بطبيعه الحال داز عليها عداوات كثيره، راندي اورتون وجون سينا، بروك ليزنر، ستينغ وكين. لعب هو جون سينا في سامر سلام 2015 تشامبيون فيس تشامبيون، بمعنى اللي ربح سيت رولينز استغل الفرصه ودار بيدغري لجون سينا وربح اليو اس تشامبيونشيب والدبليو دبليو اي وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. وسيت رولينز دخل التاريخ مره اخرى كاول واحد كيحمل اليو اس تشامبيونشيب و دبليو دبليو اي وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب في نفس الوقت كاول واحد في التاريخ. ومن بعد هاد العداوات وقع الغير المتوقع ملي تعطب سيت رولينز في واحد العرض محلي في ايرلندا، ماتش ضد كين، واحد الاصابه خطيره في الركبه ديالو. هادشي في نوفمبر 2015. مي في اكستريم رولز 2016 في المين ايفنت الماتش ديال رومان رينز و ايجي ستايلز على اللقب، شفنا الرجوع ديالو صراحه تفاعلوا مع الجمهور والتدخل ديالو على رومان رينز ودار ليه بيدغري. ومن بعد سيت رولينز خدا الفرصه ديالو على اللقب ديالو اللي اصلا ما خسروش اصلا اللقب ديالو، ولعب هو ورومان رينز في الماني اند بانك 2016 وقدر يربح الماتش بلا غش. مي الفرحه ما كملاتش، الفرحه ديالو باللقب ما كملاتش، دين امبروز تدخل وصرف الحقيبه وربح اللقب. هذا الشيء كله جا دبليو دبليو اي درافت وتقسم الروستر بعد ما ربح دين امبروز اللقب عاوتاني في باتل جراوند ومشى اللقب للسماك داون. دبليو دبليو اي قررت دير لقب جديد للرول اللي هو كلشي كيعرفو دبليو دبليو اي يونيفرسال تايتل. لعب هو فين بالور في سامر سلام 2016 مي ما توفقش في المهمه ديالو، وكان غيدخل التاريخ كأول واحد كيفوز باليونيفرسال تايتل. ولكن فين بالور تعرض للإصابة اللي كان السبب فيها هو سيت رولينز. المهم من بعد هادشي سيت رولينز بعد بزاف ديال المحاولات ما قدرش يربح اللقب من كيفن اوينز. من هاد المسيرة الموفقة بطبيعة الحال اللي جات بجهد وتعب كتير، وكيف ما كنشوفوا سيت رولينز قدر يفرض راسو ويبين الاسم ديالو بين النجوم الكبار ونجوم في التاريخ ديال دبليو دبليو اي. بطبيعه الحال هادشي ماشي بهذه البساطه وماشي بهذه السهوله، بطبيعه الحال اللي خدم راه غادي يوصل. فانا الراي الشخصي ديالي افضل مصارع حاليا هو سيت رولينز. المهم لي فانز دبليو دبليو اي دارجه موعد لنا فيديو اخر. بيس.